الروك مش غريب علينا، احنا اللي نسيناه واتجهنا فجأة لمزيكة العنطزة تاني. معلش أنا آسف بس هسميها عنطزة. أنا اسمي دي بجد، بحب المزيكا، بحب الشارع، وعشت بالمزيكا وتعلمت من الغلط قبل الصح. الشفت في المزيكا حصل عشان أنا كبرت، عشان بقيت صادق أكتر مع نفسي حتى، ومش كل مرحلة بينفع فيها نفس الصوت، فده صوت المرحلة الجديدة. أغنية شبح كأنها عن واحد عايش وسط الناس بس ستيل حاسس إن هو لوحده، عن الوجع اللي مش باين ورحلة. وعارفين لما مثلا تكون انت مثلا متجوز ولا متخانق مع صاحبتك ولا متخانق مع مراتك ولا متخانق مع ناس حبايبك وانت جواك اصلا شايل كتير، بس انت سايق العربية واللي جنبك عمال وشفت وانت اصلا مش مستحمل كلمة. ففي اللحظة دي بتسويتش المود، بتحس ان انت فجأة بقيت شبح، اللي هو شبح في المدينة. فاهم ليه الروك بالذات؟ هو الروك مش بس موسيقى، هو حالة، غضب، صدق، نجاح، فرح، زعل، في بيوصل مشاعر يمكن صادقة اكتر شوية، ما فيهوش لاير اللي هي لاير العنطزة. ودي حاجة أنا تعبت منها من الراب. يعني أنا بقالي 16 سنة في المزيكا وعملت راب كتير وكتبت أغاني راب كتير ليا ولناس تانية مختلفة، بس أقرب حاجة الواحد حسها فعلا للقلب هو الروك. تحس إن في فريدم أكتر، في حرية، بس مش حرية بعنجهة، مش حرية بعنطزة، حرية بصدق. وتقريبا المنطقة عندنا في الميدل إيست، في الوطن العربي، احنا محتاجين ده قوي قوي، عشان المزيكا بقت كتير قوي فيها عنطزة وعنجهة. يمكن احنا مش حاسين كده، بس احنا زهقنا منها والمستمع زهق منها. احب اقول لو حاسس انك تايه، لو حاسس انك مش مسموع، لو حاسس ان جواك كتير مش عارف تقوله، انت مش لوحدك، والاغنية دي ليك. بحبكم.